هنتكلم النهارده عن ريفولوشن 2026، العرض اللي شفنا فيه عودات اسطوريه لادج وكريستيان، العوده الاعظم والاكثر اسطوريه في 2026، ماتشات عظيمه وافتكر ده المعتاد والمتعارف عليه في عروض اي دبليو الشهريه، ومين ايفنت هو من اكتر الماتشات المجنونه اللي ممكن تكون حصلت في تاريخ المصارعه. فلو دي اول مره تتفرج على اي دبليو كمل الفيديو للاخر لاني هشرح كل القصص والعداوات. يا ريت تعملوا لايك، ومن غير مقدمات اكتر من كده يلا نخش على الدعك. Let's fucking go, lads! ريفولوشن 2026 بيتلعب في نيويورك في السولد اوت ستيبل سنتر ارينا، وافتكر بقى تذاكر اكتر كمان من ريفولوشن السنه اللي فاتت واللي كان في نفس القاعه دي، وده يوريك ان سكتنا سالكه لفوق بنطلع على راي الفنان مروان بابلو. كمان الستيبل سنتر ده هو نفس القاعه اللي اتلعب فيها سامر سلام 2009. اخيرا كورد العرض ده اللهم صل على النبي 12 ماتش في عين العدو. احنا هناكل علقه. وسعادتك انت وهو عايزين الفيديو ينزل في ساعتها، ما انتوا بتاكلوا زبادي في التكييف ومش عارفين اللي فيه اصلكم. اختتمنا العرض التمهيدي وافتتحنا العرض الرئيسي بماتش الباتل رويال على بطوله الناشونال بتاعت ريكيشي. خلوني هنا ابدا مناقشه انا مهتم جدا اعرف ارائكم فيها. بطوله الناشونال دي اعلن عنها في فول جير اللي فات، وبيتوج بطلها الاول ريكيشي في ماتش كازينو جauntlet. البطوله دي متاثره شكلا ومضمونا ببطوله الناشونال بتاعت الان دبليو اي، ومن غير الخوض في تفاصيل ده اتحاد قديم كده من ايام الجيني الجابس، وانا وقتها كنت موافق جدا على فكره اضافه بطوله ميد كورد الثالثه، لانك بالفعل دمجت بطوله الانترناشونال والكونتيننتال في بطوله اليونيفايد بتاعت اوكادا، فكان منطقي وقتها. هوب بتدخل الكونتيننتال كلاسيك حرفيا دخلت كارت الديفيوجن بتاع يوجي، لانها بتفك الدمج بتاع البطولتين وبترجع كل بطوله لوحدها. فانت كده بقى عندك حزام الكونتيننتال والانترناشونال والتي ان تي والناشونال فول بيع، يعني 4 احزمه فرديه غير بطوله العالم. وده بيوصلنا للسؤال ومحور النقاش، هل انت مع ام ضد الاحزمه الكتيره في المصارعه؟ انا شخصيا بشوف الناس اللي عايزين احزمه كتير دول عاملين زي الناس اللي تقول لك احنا نطبع فلوس كتير عشان نحل ازمه الدولار، اللي هو ما هو قيمه الحاجه لما بتكتر بتقل حضرتك، ودي مشكله طبعا. مشكله تانية وهو ان الكلام ده مش حاصل في اي اتحاد مصارعه عادي، دول اي دبليو اللي عاملين شراكات مع نص اتحادات الكوكب. فتلاقي كلاوديو داخل عليك ببطوله العالم بتاع اتحاد سي ام ال ال بتاع المكسيك، وتاكاشتا داخل بحزام العالم بتاع الان جي بي دبليو، وبانديدو داخل بحزام العالم بتاع الار او اتش، واي مصارع يكسب اي حزام في الاتحاد دي يسلم يوم داخل بيه. اي ظابط بقى! يلا. وده بيوصلنا للسؤال الايقوني اللي ساله الفنان توفيق الدقن في الفيلم، لان هو لما كلها فتوات وابطال ومعاه احزمه، امال مين اللي هينضرب؟ نرجع للعرض والهويه البصريه الفشيخه بتاعته اللي خلت شكل القاعه يسر الناظرين الحقيقه. بالمناسبه الهويه البصريه الجديده بتاعت ريفولوشن متاثره بلعبه سايبر بانك، فيعني ابداع جوه بره الحلبه بجد. نرجع لماتش الباتل رويال واللي كان المفروض هيكون ماتش فردي بين ريكيشي وجاك باري اللي حصل بينهم عداوه في العروض، لكنه بيتقلب لماتش باتل رويال عشان خاطر مصارعين الروستر اللي كانت كده بتوع اي دبليو ياخدوا فرصه على الستيج الكبير. العرض التمهيدي بيخلص وبيفتتح العرض الرئيسي بالبايرو والعبي العاب على مشهد الدعك اللي حصل جوه الحلبه، واللي هو التجسيد المثالي لهويه اي دبليو وير ذا باست راسل. ما احنا مش فاضيين للالعاب الناريه والبهرجه والكلام الفاضي بتاع الشركه الوسخه ده. اخر اتنين بيتبقوا هم طبعا ريكيشي وجاك باري، الاثنين اللي الماتش معمول عشانهم. ريكيشي بيشيل جاك على حرف الحلبه باللي هي اللي بيسموها الفاير من سكاري، اللي هي نفس الشيله بتاعت الاي اي بتاعت سينا، لكن جاك باري بيقلبها البويزن رانو وبيشقلط ريكيشي على قرعته عشان يفوز بالماتش والحزام. وده بيرجعنا للستيبل سنتر قاعه ريفولوشن السنه دي وسامر سلام 2009، لان في العرض ده بيظهر الممثل لوك باري مع ابنه الاطفال الصغنطر جاك باري، فكانت لحظه فول سيركل جميله انه يكسب ويتوج بالحزام في نفس القاعه اللي ظهر فيها وهو صغنطط مع ابوه. لكن ده ما يمنعش اني لا زلت مش فاهم جدوى وجود حزام الناشونال الصراحه، فيا ريت تكتبوا لي هل انتوا مع ولا ضد وجود حزام الناشونال في اي دبليو. افتتحنا العرض بماتش اف تي ار ضد اليونج باكس على بطوله الفرق. باختصار شديد، بعد خساره اليونج باكس في الاند ضد ويل اسبري وسورف وبالتالي ضياع القابهم كنواب رئيس اي دبليو، بيتهزقوا ويتهانوا ويفلسوا بشكل كان كوميدي ولذيذ جدا، لحد ما بيدخلوا في عداوه قصيره ضد جوراسيك اكسبرس جانجل بوي ولوتشيسورس، وبيخسروا ضدهم ماتش على $1,000,000 عشان يفضلوا مفلسين، لحد ما الباكس بيتحدوا مع الدون كاليس فاميلي ضد جوراسيك اكسبرس اللي اتحد معاهم كيني اوميجا. وبعد بناء طويل اخيرا الباكس بيفوقوا وبيقلبوا على الدون كاليس فاميلي عشان يتحالفوا مع صاحب عمرهم كيني اوميجا، وبكده الاثنين بيرجعوا فيسز وبيرجعوا المزيكا والجير الاو جي بتاعهم اللي ما شفناهوش من 2023. الوقت طالع بيجري يا اولاد، وبيبداوا سعيهم نحو بطوله التاج وابطالها اف تي ار عشان يعاد اشعال فتيل العداوه بين الفريقين. وشفت ناس تقول لك اصل ده تكرار واصل ده حلب، واللي هو تحس ان الناس دي حافظين مش فاهمين. ابرز مثال على الموضوع ده هو مسلسلي المفضل وجوه التلفزيون داكستر. المسلسل ده بيتعمل من 2006 ولسه شغال لحد دلوقتي ومحدش قال بم، بل ده احنا مستنيين السيزون الجديد على احر من الجمر، وده لان بعيدا عن ايقونيه داكستر كشخصيه، فالمسلسل نفسه قدر يضيف
يضيف حاجات مبدعه ويبعد عن شبح الحلب والتكرار. بالمناسبه مش عارف شفتوا الخبر ده ولا لا، بس رسميا كريس جيريكو هيظهر في داكستر ريزركشن الجزء الثاني، اللي هو احلام العصر والظهر والعشاء وقيام الليل وكل حاجه حرفيا. المهم ان اللاير والتفصيل اللي اضيفت لقصه الباكس واف تي ار هي عيله الباكس، لما اف تي ار بيهجموا على ابو واخو اليانج باكس الصغير. وتخيل معايا نيك ومات جاكسون دول اللي عادي يبقوا مودلز لاشهر شركات منتجات العنايه بالشعر، ابوهم واخوهم الصغير هما الاثنين قرع. ودي رساله احب اوجهها لاي حد زي عنده ناس قرع في العيله وبيؤرقوا الشيء اللعين اللي اسمه الصلع الوراثي ده، لان زي اليانج باكس فاحنا في السليم ان شاء الله، والشيء الخبيث ده مش هيعرف لنا طريق جره. واحد يقول لي يعني انت سايب الماتش يضرب يقلب وماسك في الصلع؟ ايوه طبعا، ده موضوع الصلع ده هو تاني اكتر حاجه بترعبني في الحياه بعد احتماليه اني افضل موجود في مصر خلال السنتين الجايين. في الماتش نفسه اليانج باكس بيدخلوا مع البذوره بتوعهم على راي اخواتنا الخلايجه عيالهم، يعني ده يعتبر تاكيد على قصه الماتش ان الباكس عايزين يكسبوا انتقاما لعائلتهم. الماتش نفسه باختصار هو تاج تيم كلاسيك حرفيا. ده الماتش اللي بعد سنين وسنوات من دلوقتي وبعد اعتزال الفريقين هنرجع للماتش ده عشان نفتكر قد ايه الباكس واف تي ار هم من ان لم يكونوا اعظم فريقين في تاريخ المصارعه. سبوتات عظيمه وسيكونسات مظبوطه بالمسطره، دمويه ودعك وضربات حقيقيه، ستوري تيلينج بادخال عامل العيله وعيال الباكس اللي كانوا موجودين في الرينج سايد. واجمد حاجه في الماتش ده كانت النير فولز الغير طبيعيه اللي حصلت. اجمدهم كانت لما اف تي ار بيعزلوا ناك جاكسون وبيحفلوا عليه بالسوبر كاكس حركه الباكس، بعدها بيعملوا له البي تي اي تريجر فينش الباكس، لكن ناك جاكسون بيفك بعد عده واحده. واسمع مني المعلومه الاسرائيليه دي بقى، البي تي اي تريجر دي اصلا مش حركه اليانج باكس في الاساس، دول سرقانها من فريق جولدن لوفرز كيني اوميجا وكوتا ايجوشي، وكان اسمها الجولدن تريجر. واول مره الباكس استخدموها كانت في ريفولوشن 2022 في ماتشهم الايقوني ضد كاني وهاجمان، لما بيعملوها على كاني كسخريه وتقليل منه انهم هيكسبوه بحركته هو وصاحبه. وهنا كاني بيفك منها بعد عده واحده في لحظه تاريخيه فعليا، وسبوت الفك بعد عده واحده ده اتشهر وبقى يتم استخدامه كتير بعدها بسبب اللحظه دي. فلحظه ناك جاكسون في ريفولوشن 2026 تعتبر كول باك للحظه كاني اوميجا في ريفولوشن 2020. الماتش بينتهي بسوبر شاتر ماشين على ناك جاكسون عشان يحتفظوا اف تي ار. الحركه دي لو لم تخني الذاكره ما اتعملتش غير مره واحده بس قبل كده من اف تي ار على اوزي اوبن في ماتشهم في راسل دريم 2023. بعد الماتش سكينه الكهرباء بتتسحب والانوار بتطفي وبتبدا تظهر كتابه على التايتن ترون، وانا وقتها كنت قاعد بقول هو مين المصارع ايفنج اللي هيظهر ده اخويا؟ حاجه كده زي اللاعب سيميوني ايلس ده، ريفرنس بتوع الكوره بس هم اللي هيفهموه. المهم ان الكلمه اللي اتكتبت هي ريفانج، والار بتستاند فور ريتد ار سوبر ستار ايدج، اللي بيرجع مع كريستيان عشان يدعكوا اف تي ار استكمالا لعداوتهم الطويله. بعدها بيحصل فيس اوف بين ايدج وكريستيان مع الباكس، وده ماتش احلام انا محتاج اشوفه في اقرب وقت ممكن. فهي عوده لذيذه ومنتظره لايدج وكريستيان، لكنها مش العوده اللي انا وداي راي سي ولا انتم كنتم مستنيانا. تايمليس توني ستورم ضد الوليه مارينا شافير. توني بتبدا زي لاف تراينجل او مثلث حب مع مينا شيراكاوا واورنج كاسيدي، واللي معاه بتدخل في عداوه ضد ويلر يوتا ومارينا شافير من الديث رايدرز، الشيء اللي بيؤدي لماتش ماكس تاج بين الفريقين واللي هيتثبت هيتحلق شعره. ويلر يوتا خسر ومينا شيراكاوا قصت شعره بوشوميه وجعتني انا شخصيا اللي منها لله. عامه انا عمري ما فهمت قانون حلقه الشعر ده في المصارعه، اصل مفيش اي مصارع استفاد منه قبل كده غير واحد بس، كيرت انجل، وهو وقتها كان بيصلعها اصلا كده كده. المهم ان عداوه مارينا وتوني بتكمل بعدها في ريفولوشن في الماتش الاقل اهميه في العرض. توني بتكسب كما هو متوقع، لكن الغير متوقع خالص هو اللي بيحصل بعد الماتش لما راندا راوزي بتظهر اوت اوف نو وير كده وبتعمل فيس اوف مع توني. ده بالمناسبه مش اول ظهور ليها في اي دبليو، او على الاقل حاجه ليها علاقه باي دبليو، لانها عملت ماتش تاج في الار او اتش قبل كده مع مارينا شافير وكانت لابسه روب الحمام تقريبا، لكنها بتظهر في اي دبليو ما حدش عارف هل هي مضت فعلا ولا دي مجرد وان اوف كده وخلاص. كل اللي اعرفه ان يا ريت تكون لسه ما مضتش، وده لسبب مهم جدا، لان راندا راوزي هيكون عندها فايت كبير في شهر مايو ضد واحده سخنه كده اسمها جينا كارانو، فلو خسرت الفايت ده هتبقى كارت محروق ويبقى توني خان عبيط رسمي لو جابها بعد كده. اما لو كسبت فارمي الكارت يا حدوته ومضيها يا توني، انا ما عنديش مشكله. دخلنا بعدها على ماتش بطولة الكونتيننتال بين البطل الايس اوف برو راسلينج جون بي موكسلي ضد الالفا كانوسكي تاكاشتا. خلينا نبدا ونقول ان بعد خساره موكسلي بالاخضاع من داربي الن في ماتش راسل دريم المثير للجدل جدا، بيدخل الموكس في قصه نقدر نختزلها في رائعه الفنان عباسة حموده لما قال انا مش عارفني، انا كنت من انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا خلاص. المهم ان الموكسي بيبدا يدخل في سلسله خسائر متتاليه كان بطلها كايل اورايلي، اللي كسب موكسلي مش مره ولا مرتين بل 3 مرات، منهم مرتين بالاخضاع. ويعني انا بدات اقتنع بجد ان التريبل است كان عمل سفلي للانتسبيوتد ارا بعد ما سابوا الانكس تي ودفروا في مقبره مهجوره مثلا. اصل مش طبيعي ولا ممكن ان يحصل اللي حصل لهم، سواء ادم كول اللي وحشني يا عيني او كايل او حتى رودي سترونج، لان بعد ما كايل اورايلي كان خلاص بدا اكبر دفعه في مسيرته بعد انتصاراته على موكسلي وكان هيشارك ويبدع في الكونتيننتال كلاسيك، هوب
وهوب بيتصاب في ماتش فول جير والزخم بتاعه بيروح على الارض. نرجع للماكس واللي بقى الحيطه المايله بعد ما كان وحش الوحوش زي الكابتن مجدي عبد الغني كده. وبالمناسبه ماكسي يتصاب اصابه كيف في رجله في ماتش راسل دريم مع داربي وبتتفاقم بعد عداوته مع كايل اورايلي. وفي الوقت ده اغلب الناس بما فيهم انا كانوا متوقعين اننا بنبني لقلبة الديث رايدرز على الحيطه المايله جون ماكسلي، وده كلام جميل وكلام معقول، بس اقدر اقول حاجه عنه وهو ان الديث رايدرز دول غالبا هيروحوا في ابو نكله من غير الماكس. ما هو اصل مين هيبقى القائد مكانه؟ كلاوديو. هو كلاوديو فشيخ وكل حاجه، بس برضه لا يمتلك عشر كاريزما جون ماكسلي على المايك ولا عنده الستار باور بتاعت ماكسلي. فمن الاخر كده الديث رايدرز بدون الماكس هيبقوا حاجه كده ايه، دخان من غير كفته. جون ماكسلي هو الكفته بتاعت الديث رايدرز يا اخوانا. وهنا اي دبليو بيروح للحل الاصيع اللي بيراهن على وعي واستثمار جماهير الشركه، والحل هو اننا نرجع ماكسلي بيبي فيس تاني. طب هتعملوها ازاي دي يا اولاد المجنونه؟ هل ماكسلي هيبدا يفزع على اي بيبي فيس غلبان بيتضرب على انجام تشرف اي حد عشان راجل بجد؟ طب هيعمل بروموهات شحتفه وعياط ومحن وكهن طيب، ولا نخليه يعمل حتى جون سينا ويطلع يقول للجماهير انه كان مضحوك عليه وغموا له عينه ورموه وحده وسط الافاعي والذئاب؟ طبعا الكلام ده ممكن يحصل وبيحصل بس هناك في الشركه الوسخه، انما ماكسلي فبيقرر يراهن على العقليه السوبيريور بتاعت جماهير اي دبليو. جدير بالذكر ان ماكسلي من ساعه الماتش الايقوني بتاعه ضد هانج مان في آلان وهو بيقدم 120% من اللي عنده في كل ماتشاته، وبيرجع ماكسلي الايس اللي كلنا بنحبه كاداء على الحلبه. اما عن الرهان فهو ان ماكسلي بيدخل الكونتيننتال كلاسيك اللي هي اكتر بطوله مرهقه بدنيا في اي دبليو في عز اصابه رجله اللي قلت لكم عليها، الشيء اللي بيخليه يلعب دور الاندر دوج لاول مره في مسيرته في اي دبليو. ولو هشاور على الماتش اللي الجماهير بداوا يتعاطفوا بل ويشجعوا ماكسلي فيه فهو هيكون الماتش ضد كلاوديو. جون ماكسلي بيلعب ضد زميله في الديث رايدرز والراجل اللي عارفه زي كف ايده، والماتش الجامد اللي للاسف مش هنلحق نفصله بينتهي نهايه جامده زيه سبوت الستاند اوف والاثنين بيجروا على بعض من الكورنر، حاجه كده زي السبوت اللي بيخليني اجري باللباس في الشقه اللي حصل في الماتش الايقوني بين الازوب ومرهوم في داينستي. كلاوديو الاسرع والاجهز بدنيا بيتفوق على ماكسلي وبيفقد الوعي بابر كات عشان يفوز بالماتش، لكن الاهم هو اللي حصل بعد قطع الفيد ونهايه العرض لما الجماهير بتعمل ستاندنج اوفيشن وتسقيف جماعي لماكسلي على اداؤه العظيم. التعاطف بيتضاعف لما الماكس بيلعب بعدها بيومين ضد تاكاشتا في كولاجن. ده هو ماتشي المفضل في الكونتيننتال كلاسيك 2025 2-2 مع ماتش مستر كاراتيه وكايل فليتشر وماتش كايل فليتشر وجون ماكسلي. ويعني افتكر كلنا عارفين ان ماكسلي دايما بيعمل الكيرب ستامب كتريبيوت لصاحبه سيس رولينز، او الماكس في الماتش ده بيقرر يقطع على سيس رولينز وبيعمل اجمد كيرب ستامب انا اتفرجت عليها في حياتي. انا لما كان سيس رولينز هستحي اعمل الكيرب ستامب تاني والله. وبما ان جت سيرته فيعني مع احترامنا لخدعه القرن بتاعت سيس رولينز وكل حاجه، الا ان خدعه القرن الحقيقيه هي اللي عمله الماكس السنه اللي فاتت لما اقنعنا كلنا انه مشطب ومنتهي وما عندوش وهو عنده جوه حرفيا. نرجع لماتش كولاجن لما رجل ماكسلي المصابه بتغزله في نهايه الماتش وده بيتيح لتاكاشتا انه يعمل الركبه في الريجنج فاير ويكسب، ودي فعليا بتكون نهايه جون ماكسلي الحيطه المايله وبدايه ريمونتادا تاريخيه من الماكس، لانه بيكسب كل ماتشاته المتبقيه في الكونتيننتال كلاسيك وبيصعد كتاني مجموعته بعد ماتش نص نهائي اسطوري من الاعظم في 2025 ضد كايل فليتشر ونهائي اقل اسطوريه ضد اوكادا. الماكس بيديفاي ذا اودز وبيتوج ببطوله الكونتيننتال في وسط تشجيع جماهير شيكاغو فورز اند. ولو لحظه فوز هانج مان في آلان كانت المكافاه على ارك بطوله العالم مع ماكسلي، فاللحظه دي هي المكافاه على ارك ماكسلي اللي بدا في 2024. فاكرين ماكسلي في الاول خالص لما كان بيقول انه بيكره اللي اي دبليو وصلت له وبيكره عقليه مصارعين الشركه اللي عايزين فلوس وشهره وخلاص، وبناء على ده مش بيحتفل ولا بيعترف ببطوله العالم وبيحبسها في شنطه لاننا ما نستحقش نشوفها. فاست فورورد بعدها باكتر من سنه جون ماكسلي بيحتفل وبيعترف بحزام الكونتيننتال المره دي وبيعمل برومو بيسوليديفاي بيه تحوله الفيس وبيمدح كل المصارعين اللي شاركوا في الكونتيننتال كلاسيك وقدموا كل حاجه عندهم عشان يرجعوا هويه اي دبليو. وده يوريك ان نظره جون ماكسلي للمصارعين وهويه اي دبليو اتبدلت وانه اخيرا شاف التغيير اللي كان نفسه فيه من بدايه قصته في 2024. وفي الاخر تلاقي شويه عيال ولود مره تايك على تويتر يقول لك اصل اي دبليو مش بيعرفوا يحكوا قصص. نرجع لبناء ماتشنا واللي يعتبر جزء من حرب عصابات بتطبخ على نار هادئه من الديث رايدرز ضد الدون كاليس فاميلي، وده غالبا هيكون ماتش الاناركي ديارينا بتاع دبل اور ناثينج السنه دي، بس بلاش نسبق الاحداث. تاكاشتا بيتحدى ماكسلي بحكم انه اخر واحد كسبه كلين في الكونتيننتال كلاسيك وبيتحدد بينهم ماتش في افتتاحيه عرض جراند سلام استراليا. الماتش كان جامد كما هو متوقع يعني، لكني هفضل ماتش كولاجن الاول الصراحه، والماتش بينتهي تعادل بالتايم ليميت. وهنا بتحصل لقطه بتوريك ليه جون ماكسلي هو حرفيا الايس اوف برو راسلينج مش مجرد لقب وخلاص. زي ما قلنا فالعرض معمول في استراليا، يعني جمهور جعان مصارعه بيتفاعل مع كل حاجه وانت الماتش الافتتاحي. فكره ان الماتش يخلص تعادل دي قلبت الجمهور على الماتش وبداوا يزوموا على النتيجه، وفي وسط استنفار الجمهور الماكس بغرابه بيسحب الحكم على جنب كده وبيوششه بكلمتين. اللي حصل ان ماكسلي قال للحكم يروح لتاكاشتا ويقول له يعمل له الريجنج فاير عشان يطلع كانه هو الكسبان، وفعلا ده اللي بيحصل وفعلا الجماهير بترجع تهيص تاني. الايس اوف برو راسلينج فور ريزن يا اخوانا والله. اللي بيحصل بعدها ان ماكسلي بيعمل دفعات جامده في العروض ضد مصارعين من ال 632 عضو اللي في الدون كاليس فاميلي، وفي ماتش فيهم ما كانش ينفع يمر مرور الكرام وكان لازم اديله حقه كويس قوي، وهو الماتش ضد مارك ديفيس. الماتش ده بيحصل فيه سبوت بعنوان
المصارعه حقيقيه وحياتك هي اللي تمثيل. يلا المفروض ان اللي هيحصل هو ان مارك ديفيس هيضرب موكسلي بره الحلبه بالبوكس او بالبنيه او بالبلحه يعني، والموكس هيتفاداها فايد ديفيس تخبط في عمود الحلبه الحديد. اللي حصل ان مارك ديفيس بيضرب العمود بعزم ما عنده لدرجه ان في ساعتها ايده بتبدا تشر دم، اللي هو حاجه بلا ادنى شك انسكريبتد وحقيقيه 100%. وهنا الموكس المعلمه بيبدا يرتجل هو كمان وبيركز على ايد ديفيس المتعوره، فده خلق زي تنشن وتوتر كده طول الماتش، لان فعلا الواد يا عيني ايده كان منظره يصعب على الملحد بجد. لكن ديفيس بيتحامل على نفسه وموكسلي بيستغل الاصابه في الاخر ويخدعه. ماتش رائع واندر ريتد جدا زي مارك ديفيس بالظبط. وفي داينامايت الجو هوم الدون كاليس فاميلي بيكتفوا موكسلي لتاكاشتا عشان تكون دي فرصته المثاليه انه يضربه بالكرسي ويدي لنفسه الادفانتج قبل الريفولوشن، لكن الالفا بيرفض يعمل كده، وده بيبدا الشقاق بينه وبين الدون كاليس فاميلي. كمان بيمهد لتحوله الفيس وانطلاق عداوته الحتميه ضد اوكادا. الماتش بيبدا بسترايكنج كونتست بكام بوكس على تشوب كتسخين كده، لحد ما بيحصل زي تيست اوف مايت او اختبار قوه كده بين الاثنين، بيكسبوا موكسلي وبيلطش تاكاشتا في الكورنر لحد ما بيبعتوا على الحبال. وهنا تاكاشتا بيبني المومنتوم وبيقابل الموكس بالتاكاشتا لاين اللي انا بحبها قوي. تاكاشتا بعدها كان عايز يعمل ال10 بلحات في الكورنر بس الموكس بيخزق له عينه قبل البلحه ال10. الاثنين بعدها بيلطشوا في بعض لحد ما تاكاشتا بيدي الموكس فور ارم بتسوره بره الحلبه. تاكاشتا بينزل يرجعه الحلبه وكان عايز يتفاعل مع الجماهير، لكن الحاجه الوحيده اللي بيتفاعل معاها هي السويسايد دايف من موكسلي. الموكس بيسيطر بعدها لما بيقعد تاكاشتا على كرسي بره الحلبه وبيقابله ببيج بوت، بعدها بيزنوه في الكورنر وبيقعد داينه. تاكاشتا بعدها بيرجع ببيج بوت وبيطلع فوق الكورنر، وهنا بتحصل لحظه مهمه جدا في الماتش ان تاكاشتا بينط على مفيش وبينزل غلط على رجله، وهنا الموكس بيستغل ده لصالحه وبيبدا يشتغل على رجل تاكاشتا عشان يعجزه. الماتش بيكمل بسيطره كامله من الموكس اللي استلم رجل تاكاشتا وهدى كدهك لحد ما بيعمل له حركه اخضاع كونفلوتد كده اول مره اشوفها. موكسلي بيحاول يعمل بايل درايفر بس تاكاشتا بيشارلت موكسلي بسانسيت فلاب وبيقوم يجري يعمل له الركبه، فالموكس بيصدها وبيقلبها الفجر فور على رجل تاكاشتا المصابه. تاكاشتا تاني بيمسك الحبل، فموكسلي بيكمل استراتيجيته وهي الليم تارجتنج واستهداف ودعك رجل تاكاشتا المصابه. موكسلي بيقرر ان ده وقت البارادايم شافت، لكن تاكاشتا بيعكس بالكومبو الفشيخ بتاعه اللي هسميهم التاكاشتا درايفر ثم التاكاشتا سلام. هوب الموكس بيقوم على طول وبيقابله بشوت جان دروب كيك ولسه بيقف على ركبته، راح تاكاشتا عامل له البار درايف ني. تاكاشتا مش بيثبت وبيستغل الوقت ده عشان يريكفر رجله المصابه، ولما موكسلي بيحاول يخنقه بسليبر هولد تاكاشتا بيشيله هيلا بيلا وبيرزعه ببلو ثاندر بامب بيجي بعدتين. الموكس بينسحب على حرف الحلبه فتاكاشتا بيروح وراه وكان بيفكر يعمل له الريجنج فاير، لكن الموكس بينزل جوه الحلبه وبيضرب رجل تاكاشتا المصابه، وده بيحط تاكاشتا في البوزيشن المثالي لموكسلي اللي بينزل نافوخ وزرع بصل على حرف الحلبه بكيرب ستام. وعجبني قوي 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 رد فعل وذعر تاكاشتا اول ما استوعب انه بينزف. دي لو ما خابش ظني اول مره نشوف تاكاشتا بينزف، فكانت تفصيله جامده من الالفا. الحكم بيعد عليه بره لحد ما تاكاشتا بيدخل قبل العد ال10، وهنا الموكس بيقول له تعالى لي اللالي كونالي زي مذيع قناه الحلبه وبيهبط دماغه ببايل درايفر. ولما تاكاشتا بيفك موكسلي بينزل فيه بوكسات وبواني وروسيات مكان الجرح اللي في راسه، بعدها بيتلذذ بطعم الدم الفريش بتاع تاكاشتا على انغام هتافات يوسك فاك من جماهير لوس انجلوس. تاكاشتا بعدها بيبدا يمتص ضربات موكسلي لحد ما بنرجع لنقطه البدايه بسترايكنج كونتست بين الاثنين. موكسلي بيكفخ لتاكاشتا المستضعف لحد ما بيقفل عليه بالبولدوج حركه الاغضاء بتاعته. حاليا انت بتتكلم ان ادوار الاثنين في ماتش كولاجن اتبدلت دلوقتي في ريفولوشن وبقى موكسلي هو الهيل وتاكاشتا الاندر دوج. تاكاشتا بيفك من البولدوج فموكسلي بيعمل له كلوز لاين، لكن تاكاشتا بيفضل واقف وبيقول له ما تضرب زي الرجاله كده امال. فالاثنين بيخبطوا في بعض بالليريتس لحد ما موكسلي بيجري على الحبال عشان يبني مومنتم للكينج كونج ليريت بتاعته، وهنا تاكاشتا هو اللي بيقابله بليريت وهو حرفيا بيقع على ركبته بسيلينج اسطوري لاصابه رجله. تاكاشتا بيطلع الموكس فوق الحبل الثالث ولسه موكسلي كان عايز يستهدف الجرح اللي في دماغ تاكاشتا تاني، بس تاكاشتا بيقول له اهمت بقى يا ابن القرعه وبيعضه في قرعته ثم بيرزعه باكسبلودر سوبلكس من فوق الحبل ثم الباور درايف ني، بس الموكس بيفك. وهنا تاكاشتا بيلجأ للفينش بتاعه الريجنج فاير، لكن الموكس بينزل واقف وبيقابله بار كي او اوت اوف نو وير. وفي كادر سينمائي عظيم وفي وسط ما موكسلي بيضحك تاكاشتا بيقوم يقف من وراه في وسط ذهول موكسلي برياكشن برايسلس منه كالعاده. تاكاشتا بيلطشه بفور ارم وبيجري على الحبل، لكن الموكس بيعكسها لديرتي ديدز بذكريات دين امبروز. الاثنين بيريحوا بعدها والجماهير بيلعبوا دورهم على اكمل وجه وبيهتفوا AEW as they should. الحكم بيعد عليهم والاثنين على الارض لحد ما بيقعدوا كده وهم باصين لبعض وكل واحد في الكورنر اللي قصاد التاني، واول ما الحكم بينطق 9 الاثنين بيقوموا يجروا على بعض وادرينالينهم في السما حرفيا. تاكاشتا بيعمل اكسبلودر سوبلكس لموكسلي اللي بيقوم على طول وبيرد عليه باك سوبلكس فور ارم من تاكاشتا، لكن الموكس بتكون ليه الغلبه وبيغربل تاكاشتا بالكينج كونج لاريت. موكسلي بيثبت لكن تاكاشتا بيفك بعد عده واحده بس، وجمهور لوس انجلوس السولد اوت بيقوموا كلهم يقفوا على حيلهم عشان يسقفوا ويشجعوا تاكاشتا في وسط صدمه الموكس. موكسلي خلاص هيفنش بالبارادايم شافت، لكن تاكاشتا بفلكسبيليتي غير طبيعيه بينزل منها واقف وبيقلب فينش موكسلي للفينشر بتاعه اللي ريجنج فاير. ويعني حدثني عن ال 299 في المصارعه اقول لك النير فول وفك التثبيت اللي عمله موكسلي في اللحظه دي. حرفيا ايد الحكم كانت على بعد فسف ثانيه من انها تلمس الحلبه وتعد العده الثالثه، هوب راح موكسلي رافع كتفه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الجماهير قطعوا هدومهم تفاعل بعد السبوت ده، لكني محتاج اقول لك ان جون موكسلي هو رسميا
رسميا اول مصارع في التاريخ يفك من الريجنج فاير فينيشر تاكاشتا. الالفا بينزل الني باد عشان يعمل الركبه او الباور درايف ني، لكن رجل تاكاشتا المصابه بتغزله في مشهد كاربن كوبي، وبالكربون يا حبيبي بالكربون، نفس اللي حصل لماكسلي في ماتش كولاجن. يعني هي اشياء ومكافآت من منتج بيحترم عقلك واستثمارك فيه لن تحصل عليها في اي شركه غير اي دبليو. المهم ان ماكسلي بيكرر مشهد كولاجن المعكوس، وهو اللي بيستغل اصابه تاكاشتا وبينزله على دماغه بارادايم شافت من اللي خلصت على اوكادا فورزان. لكن طبعا تاكاشتا احسن 100 مره من اوكادا الموظف، وبيفك في نير فول جامد. الماكس بعدها بيقرر انه هيجيب لتاكاشتا ارتجاج وبيطلعه فوق الكورنر، وبيزرع نافوخه من فوق الحبل الثالث بسوبر بارادايم شافت في حركه اول مره نشوف ماكسلي بيعملها. وهنا بنشوف اجمد نير فول في العرض كله ب 299 من تاكاشتا اللي بيفك بشكل اعجازي في وسط ما كل الناس كانت فاكره ان الماتش انتهى. ماكسلي رغم الصدمه بيواجه تاكاشتا اللي استهلك كل رصيده من الادرينالين، وبيقدر يقفل عليه بالسليبر، وفعلا بيقدر اخيرا يفقد الوعي عشان يفوز الماكس بماتش اسطوري هو الافضل بينهم ومن الافضل في السنه طبعا. لكن كل ده في كفه، واللي حصل بعد الماتش في كفه تانية لوحده. اكبر خطر، اخطر بشر، السلاح النووي، الترسانه النوويه، سيد المصارعين، ميسي المصارعه، او كما يلقب نفسه البيلي فاكينج جوت والمذر فاكينج اسبرايز باك. سكينه الكهرباء بتتسحب والانوار بتطفي في وسط احتفال ماكسلي، وبيشتغل فيديو باكج للدكتور اقرع بيكشف على كائن فضائي لا يمت لجنس البشر بصله. وانا عارف ان نصكم اكيد جه في دماغه افيه كده على الدكتور الاقرع اللي شكله مريب ده، بس احنا مش هنعمل كده، اولا احتراما لسيد المصارعين، وثانيا عشان احنا برنامج محترم. عامه الفيديو باكج ده اداني فايبز سولجر بوي بتاع ذا بويز، مع اعتبار ان اسبراي اجمد منه 100 مره طبعا. المهم ان بتشتغل مزيكه القز اللي بياخد تفاعل يصم الاذان حرفيا، وبيدخل يدعك الاقرع ابن الصرمه اللي جاب له الاصابه في الفوربيدن دور. هو اي نعم انا لسه كنت بقول عليه الايس اوف برو راسلينج من شويه، بس امام القز تسقط انت وتاريخك. سيد المصارعين بيدخل وهاتك يا طحن في ماكسلي، ولما الديث رايدرز بيهجموا عليه القز بيرجع يعمل حركاته الفضائيه اللي مفيش بني ادم طبيعي يعرف يعملها، ناهيك عن بني ادم لسه طالع من عمليه في رقبته. اسبراي بيطلع فوق الكورنر عشان يعمل الليب اوف فيث، وكان هيعملها زي كده بالظبط في اساسن كريد لما بنزل على الارض واموت، لانه كان قاب قوسين او ادنى من انه ينزل براسه على حرف الحلبه، وانا كنت قاب قوسين او ادنى من ان يجيلي ذبحه صدريه وابقى شهيد القز حرفيا. لكن الحمد لله نزل سليم، والموكس بياخد ديله في اسنانه ويخلع ويسيب القز عشان ياخد لحظته مع الجماهير. غلبني الشوق وذوبني يا اسبراي، المصارعه من غيرك كانت ظلام يا اسبراي، المصارعه من غيرك كانت سواد يا اسبراي، المصارعه من غيرك كانت زي التليفون من غير نت يا اسبراي، اي دبليو من غيرك كانت زي برشلونه من غير ميسي يا اسبراي. فهي عوده الروح والجسد وكل حاجه بالنسبه لي، ويعني هلكتني ضحك قوي التقارير اللي طلعت وقالت لك اصل اسبراي هيغير اسلوبه في الحلبه. يعني فاكرين اسبراي بني ادم عادي كده المفروض يتاثر باصابه مميته انهت مصارعين زي اوستن وادج وبراين، ما يعرفوش ان ده الفضائي والاعظم في تاريخ المصارعه من يوم ما اتعملت. وايوه اسبراي لازم يكسب بطوله الكونتيننتال من ماكسلي، ومش بس كده، ده كمان هيكسب بطوله اون هارت وهيمين ايفنت وهيكسب بطوله العالم في ويمبلي في الان. وافتكر الكلام ده يا ابني، انا خدت اللحظه والحاجه اللي انا كنت مستنيها من ريفولوشن، واي حاجه تانية هتكون بمثابه بونس بالنسبه لي، لان اي نعم AEW is where the best wrestle، لكن الاهم ان AEW is where the Billy Goat wrestles. وصلنا لماتش حزام التاج النسوان من البيبز اوف راث ضد الديفاين دومينيون، وهم ديفاين ودومينيون جدا الحقيقه. افتكر انا عبرت في اول الفيديو عن امتعاضي عن الاحزمه الكتيره اللي بقت موجوده في اي دبليو، بس زود يا باشمهندس توني في الاحزمه ما يهمكش. المهم ان الديفاين دومينيون هو الفريق المكون من ميجان بين والوافده الجديده لاي دبليو لينا كروس. الوليه دي اللهم صل على النبي طولها 183 سم، يعني افتكر دي هي اطول واحده في المصارعه النسوانيه كلها حاليا. اما عن الماتش نفسه فبتحصل فيه حاجه اخر مره اتعملت في اي دبليو كانت سواد ناجع علينا وعلى اللي جابونا من بدري على راي جد الله يرحمه. فاكرين في فيل جير 2023 لما MJF اتصاب في العرض التمهيدي وهوب بعدها لعب المين ايفنت ولا كأن حصل له اي حاجه ودفن جاي وايت؟ او ده نوعا ما اتكرر تاني، لان ويلي نايتنجيل برضو اتصابت في العرض التمهيدي لما لينا كروس هجمت عليها بعد ماتشهم، لكن الحمد لله ويلي نايتنجيل مش بتطلع الانر MJF / كودي رودز اللي جواها وخسرت الماتش عادي جدا. من خلال فرجتي البسيطه ليها انا شايف ان لينا كروس دي هتبقى النكست باك ثينج في AEW، وهتبقى جيد كارجل الجديده، مع اختلافات بسيطه جدا لا تذكر، زي انها بتعرف
تصارع مثلا وكمان اسخن منها 200 مليار مره ومش بتلبس باروكه بيضه. اما هنقول نايتنجيل فقولوا لي انتوا طيب عايزين مين يكسب منها عزام التي بي اس؟ برودي كانج ضد سورف ستراكلاند على لقب الموست دينجرس مان ان اي دبليو. كل حاجه بتبدا مع عوده سورف في فول جير. الراجل بيرجع وهو مبلق ومضخم بشكل حقيقي مذهل، لكن الاهم من البالكينج بالنسبه لي هي اغنيه سورف الجديده. الاغنيه دي اول مره سمعتها في فول جير قلت ايه القرف ده يا عم، فين الاغنيه القديمه اللي احنا متعودين عليها؟ بس مره في الثانيه في السادسه بتبدا واحده واحده تجرو اون يو وتتعود عليها كده. على المره السادسه بقى انت هتكون بتترقص على البيت مع برنس انا وبتغني الاغنيه ليريك فور ليريك. لا جامده فشخ اغنيه سورف الجديده، مش هجرها على ريبيت بقالي كام يوم بالمناسبه. المهم انه بيرجع وفي دماغه هدف واحد وهو انه يكسب بطوله العالم للمره الثانيه. سورف بيدخل على طول في سين بطوله العالم وبيلعب في مين ايفنت وورلدز اند ضد ام جي اف هانجر وسامو جو، وطبعا مش بينجح يفوز بالماتش فبيكمل يلاحق بطوله العالم. والحقيقه ان سورف ما كانش الوحيد اللي بيلاحق بطوله العالم، ده كان في معمعه وماراثون شغال في العروض على مين يلاعب ماكس على الحزام، ومور اون ذات ليتر في ماتش بانديدو واندرادي بالمناسبه. المهم ان سورف بيجمع بنوت وبيكسب كيفن نايت وبعدها بيقابل اندرادي بشكل مفاجئ بيكسب لما بيشتت الحكم عشان يدي لسورف واحده في الغالي، بعدها بيعمل الدي ام الفينشر بتاعه ويفوز. وبكده سورف بيخرج رسميا من ماراثون بطوله العالم واندرادي بيلعب كاني اوميجا، الراجل اللي بيرجع اخيرا لسين بطوله العالم لاول مره من 2023. انت مستوعب حضرتك؟ للاسف كاني اوميجا على مدار اكتر من 3 سنين كان بعيد كل البعد عن سين بطوله العالم، ده غير ان ظهوراته في ال3 سنين وشويه دول كانت محدوده بسبب الاصابات للاسف. لكن كاني بيرجع السنه دي بيقول انه حاسس ان دي افضل نسخه ليه من سنين. نرجع للماراثون ونهايه الماتش العظيم بين اندرادي وكاني لما دون كاليس بيباصي المفك السلاح التريد مارك بتاعه الاندرادي، وهنا سورف بيتدخل وبيسحب المفك منه وبدون قصد بيشغل الحكم او الحكمه معاه عشان اندرادي يستغل ويدي الكاني واحده في الغالي هو كمان وبيخلص بالدي ام ويكسب. سورف وكاني بيشدوا مع بعض بعد الماتش وبقى واضح اننا داخلين على بروجرام كبير بين الاثنين. الاسبوع اللي بعده بيحصل برومو بين الاثنين في افتتاحيه داينامايت، ومش هنفصل البرومو لانه ما فيهوش غير لاين واحد بس هو المهم لماتشنا. لما سورف بيهدد كاني انه اخطر رجل في اي دبليو فكاني بيقول له Well, Swerve, if you ask me, it ain't you, pal. In fact, I would say the most dangerous man in AEW right now is Brody King. ويعني تخيل معايا كده يكون عندك جوهره بس محطوطه في سبت خضار مطرب جواه حزمتين فجل وجرجير، وفي حالتنا دي السبت المطرب هو الهاوس اوف بلاك وحزمتين الفجل والجرجير هما بادي ماثيوز والمنتهي أليستر بلاك. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الجوهره هو برودي كانج، الراجل اللي توني خان من زمان كان عارف قيمته وعارف انه المصارع الافضل ما بين جوز القلاضيش اللي معاه، بدليل انه دايما كان بيحطه في ماتشات فرديه زي عداوته العظيمه مع داربي آلن ومشاركاته في اول نسختين ورا بعض من الكونتيننتال كلاسيك. لكن رغم كده حزمتين الفجر والجرجير للاسف كانوا مانعين الجوهره انه يظهر وياخد اي زخم، لحد ما حزمه الفجر بيروح الشركه الوسخه وير هي بيلونجز، وحزمه الجرجير بيتصاب في داهيه تاخده. وانا عارف ان بادي ماثيوز لسه موجود في اي دبليو وعارف انه مصارع كويس، بس برضه لا، وور في داهيه في الشركه الوسخه انت كمان عند مراتك وما تعرفناش، ما حد يبيك على فكره. المهم ان بادي ماثيوز بيتبدل ببانديدو اللي بيعمل تاج تيم مع برودي، ويعني عارفين انتوا الفيرس الشهيد بتاع الفنان مروان بابلو لما بيقول كسرت سن طلع لي ناب، اهي تبديله بادي ماثيوز ببانديدو دي هي كسرت سن طلع لي انياب حرفيا، لان الجوهره اخيرا بيتحد مع جوهره زيه فريق بروديدو والاثنين بيعلوا بعض وبيبقوا اوفر بشكل مش طبيعي مع الجماهير. وبعد فوز بانديدو بالباتل رويال بتاعت الدايموند رينج واللي بتخليه يبقى المصنف الاول على بطوله العالم ضد ام جي اف، بانديدو بيخسر بعد ماتش رائع واللي بعده ماكس بيهجم عليه لكن برودي بيتدخل، ومن هنا بيبدا بروجرام مصغر بين برودي وماكس بيوصلنا للماتش الاكبر في مسيره برودي في مين ايفنت داينامايت. ولو برودي كسب ماكس هياخد فرصه اللعب في مين ايفنت جراند سلام استراليا ضده على اللقب. وهنا شوف اقدار وتدابير ربنا يا اخي، في شهر 7 اللي فات اي دبليو عملوا عرض ضخم في المكسيك اسمه جراند سلام مكسيكو. برودي بيلعب في ماتش مجمع في مين ايفنت العرض ده وكان لابس تيشيرت مكتوب عليه ابولش ايس او امنعوا الايس، وانا وقتها كنت على الله حكايتي خالص وقلت اكيد قصده على مخدر الايس او الشابو اللي طالع جديد ده، ما هو العرض في المكسيك فتلاقي الشابو كان عامل عمايله برده. وبعد شهور من الموضوع وفي اهم ماتش في مسيره برودي ضد ماكس في مين ايفنت داينامايت بيحصل الهتاف ده. وهنا انا بكتشف اني كنت مضحوك عليا وان الايس ده ما طلعش مخدرات ولا نيله، بل ده طلع حاجه زي وزاره كده في امريكا بتقمع المهاجرين واي حد مش بيحمل الجنسيه الامريكيه. فيعني تخيل كده، او لا لو سمحتم اخواتنا الخلايجه اللي عايشين في دول محترمه ما لهمش دعوه بالكلام ده، فتخيل تطلع من مصر او الدوله العالم الثالث اللي انت فيها وتقب على وش الفته في امريكا حيث دول العالم الاول وخلاص الاشياء هتبقى معدن، هوب تلاقي وزاره الايس نطرك زي عفريت العلبه وبترجعك للجحيم اللي اسمه مصر تاني. العب لك شيش بيش تلعب لي دوياك يا عم لو عايز تسوق في ايه يا شطيح.
لا ده الايس جدا بقى. المهم ان الفيديو بتاع هتافات الفاك ايس ده بيفايرل بشكل مش طبيعي على النت، وصحف وبرامج كبيره اتكلمت عن الموضوع. ضيف على كده ان برودي يعتبر سكوش ام جي اف في الماتش نفسه، وهو اي نعم بيخسر بعدها في استراليا، لكنه بالفعل استبلش نفسه كمين ايفنت بلاير مستقبلي. نرجع لسويرف وماتشه الاسطوري ضد كاني اوميجا في داينامايت. ده هو افضل ماتش حصل في العروض الاسبوعيه لحد دلوقتي، وافتكر عادي يبقى من ماتشات السنه اصلا. سويرف بيقدر يكسب كلين، لكنه بشكل غير متوقع بيقلب هيل بعد الماتش لما بيهجم على اوميجا وبيكسر بيه الترابيزه بالفيرتا بريكر. تقريبا انا الوحيد اللي ركز في الازوزه الكوكولا الدايت اللي اتفطست دي. نرجع لسويرف وبرانس نانا اللي ظهر في سيجمنت وهو شايل الفوطه بتاعت الامبسي. اللي ما يعرفش في الامبسي دي هي عصابه سويرف القديمه لما كان هيل قبل ما يقلب فيس ويبقى بطل العالم، فده بيرجح انه عادي يرجع العصابه. وسويرف بدا يلمح انه ممكن يركروت كيفن نايت. سويرف بعدها بيتحدى برودي في ريفولوشن عشان يثبت انه اخطر رجل في اي دبليو، وبيهجم عليه وبيخنقه بالجنزيره بتاعته. ولما سويرف بيقرر هجومه في داينامايت الجو هوم، برودي بيكسر له الجنزيره نصين. ايوه كده بين برودي لايك ذا وحش ذات هي ترولي از. احنا راي جدا الله يرحمه برودي كانج ده لو طلع الواحد في الضلمه هيشخخه على روحه. ونيجي للماتش نفسه ودخلت سويرف اللي تقول للقوره قومي ونقعد مطرحك. برودي بيسيطر في الاول وبيحط سويرف في بوزيشن الكانون بول، لكن سويرف بيجري يقابله بهاوس كول بدري قوي في الماتش. عجبني قوي سبوت لما سويرف بيلفح برودي ويرميه على عمود الحلبه بالسنيك ايز. الحركه دي كانت بتاعت الاندرتيكا بالمناسبه. برودي كانج بيبدع وعمل حركتين انوفيتيف بيوريناجي على حرف الجارد ريل عند الجماهير، وسايد سلام على حرف الستابس الحديد. نسيت اقول ان سويرف شال البتاع اللي هي اللي مغطيه الارض الاسمنتيه اللي بره الحلبه، لكنه بيدفع ثمن ده لما برودي بيعمل له باس مان سلام على الاسمنت. وهنا خلوني ارجع اتكلم مره تانية على الترانسفورميشن الخيالي اللي حصل في فيزيك سويرف. انا عايزك ترجع تتفرج على سويرف ده في الديبيو بتاعه في ريفولوشن 2022 كان عامل ازاي، وفي ريفولوشن 2026 بقى عامل ازاي. ولو انت ما لاحظتش فسويرف بيجبرك تلاحظ لما بيداد لافت برودي كانج وبيرزعه باور بامب على حرف الحلبه. يا اخوانا برودي كانج ده وزنه 130 كيلو حي بجد، والحقيقه ان المعلومه دي جايه في وقتها جدا، لان برودي ابو 130 كيلو ده بينط من فوق الحبل الثالث بانفيرتد كروس بادي. دي حركه اول مره نشوف برودي بيعملها بالمناسبه. برودي بيخنق سويرف وبيشعلقه على حرف الحلبه، الحركه اللي جونثر سرقها منه رسمي لو مش ملاحظ. سويرف بينزل بره الحلبه فبرودي بيلحقه، كان عايز يعمل له الفينش بتاعه الجانز بامب على الاسمنت، بس سويرف بيقلبها الفيرت بريكر على الاسمنت، ودي بتكون بدايه النهايه لبرودي. سويرف بيطلع يستناه فوق الحبل الثالث عشان اول ما برودي يدخل سويرف بيفطسه بالسويرف ستامب، لكن برودي بيفك بعد عده واحده بس. ولو انت من الناس اللي شايفين ان موضوع تكرار سبوت الفك بعد عده واحده في 3 ماتشات ورا بعض كان مبالغه واوفر كال، فللاسف انا هتفق مع ده، ولو انه برده كان سبوت حلو ورفع قيمه الماتش. سويرف بعدها بيعمل 2 هاوس كول على برودي اللي بيمتصهم، لكنه بيقع بعد الهاوس كول الثالثه عشان يفوز سويرف كان هيدعك برودي بعد نهايه الماتش، وهنا بتشتغل باتل كروي وبيرجع كاني اوميجا. الراجل كان مشغول في اليابان عشان هيبقى جزء من لعبه ستريت فايتر الجديده، واغلب التقارير كانت بتقول انه هيفضل في اليابان وهيفوت ريفولوشن، فعودته كانت مفاجاه لذيذه جدا الصراحه. كاني بيرجع عشان يكمل عداوته ضد سويرف، وكمان بيرفع ايد برودي وبيديله لحظته. محمد اوميجا اي كي اي محمد الرملي قال اقول اسمه لو كان يرجع، وهو كمان اصلا من الريل وانز الجامدين فلازم اظبطه. بالنسبه لبرودي في 2026 ما ينفعش تعدي من غير ما الراجل ده يكسب بطوله فرديه. انت عندك 4 احزمه فرديه غير بطوله العالم، فمالكمش حاجه الصراحه. اما عن الكلينر الباست باوت ماشين والجود اوف برو راسلينج فعذرا على الحرق، لكنكم تنظرون لبطل العالم القادم. ماتش حزمة التريوز بين الابطال الدون كاليس فاميلي وكادا وفليتشر ومارك ديفيس ضد جاد سبيد وميستيكو اف كي اي سينكورو. وخلونا نلعب لعبه ظريفه كده، وهي اننا هنشبه حزمه اي دبليو بالمحشي. فعندك محشي الممبار ده اهم حاجه طبعا في هيبقى بطوله العالم. ايوه طبعا ده انا زعيم رابطه عشاق الممبار، مالكوا فيه ايه؟ بعده محشي ورق العنب ده بطوله التي ان تي، محشي الكرنب بطوله الكونتيننتال، ومحشي البتنجان بطوله الانترناشونال. بطوله التاج مثلا تبقى محشي الكوسه، جد الله يرحمه كان بيحبه قوي. بطوله الناشونال بلا شك هتبقى محشي الطماطم، الاثنين مش بيضيفوا اي حاجه. بطوله النسوان تبقى محشي الخاص، ليه ناس بتحبه برضو. اما بطوله التريز فدي هي محشي البصل، النوع الاقل شيوعا في المحشي واللي فيه ناس ما تعرفش انه بيتعمل اصلا، لكن في نفس الوقت اكيد في ناس بتحبه وممكن يقدم اضافه على السفره، وهي دي بطوله التريز باختصار. وهي مؤخرا بقت مش بس محشي بصل، دي بقت بطاطا سخنه كمان، لان الابس خسروها الجات سيت روديو هانجر مايك بيلي وكيفن نايت. كمان ده كان اخر ماتش الباور هاوس هابز في اي دبليو. يا ساتر يا ساتر يا حول الله. باور هاوس هابز ساب اي دبليو وراحت دبليو دبليو. بداهي الحصان. بعدها جات سيت روديو بيخسروها للدون كاليس فاميلي في داينامايت. بعدها ميستيكو وجات سبيد بيكسبوها منهم في ريفولوشن، فتمام. انا ما عنديش مشكله مع البطوله دي قوي الصراحه، لانها هتبقى بطوله محشي البصل من هنا ورايح خلاص.
وصلنا بعدها الماتش اندرادي ضد بانديدو. اندرادي بيدخل التاريخ كاول مصارع يسيب الدبليو دبليو اي ويروح اي دبليو، بعدها يسيب اي دبليو ويروح الدبليو دبليو اي، وبعدها يسيب الدبليو دبليو اي تاني ويروح اي دبليو. بعدها الدبليو دبليو اي بتقرر تبدن، ما فيش كلمه تانية الصراحه، على اي دبليو، بيفعلوا ثغره في عقود العبوديه بتاعتهم دي، وبعدها الازمه القانونيه بتتحل واندرادي اخيرا بيرجع اي دبليو. والحقيقه ان اندرادي اللي رجع اي دبليو في 2026 مختلف تماما عن نفس اندرادي اللي مضى مع الشركه في 2021. اندرادي 2021 هو مصارع حس ان حلمه اللي هو الدبليو دبليو اي بيتسرق منه ومش قادر يحققه، فبيقرر يروح اي دبليو اللي وقتها كان روسترها حرفيا نص الروستر بتاع دلوقتي او اقل كمان، في سبيل انه ياخد فرصه هناك ويعمل اسم لنفسه، وبعدها يرجع يلحق حلمه في الدبليو دبليو. حاجه عامله كده زي لاعب مش بياخد فرصه في فريقه الاساسي اندريك مثلا في ريال مدريد، فبيروح اعاره النادي ينفع ياخد فرصه فيه زي ليون. هو اندرادي في 2021 كان بيعمل اي دبليو معامله اندريك لليون كده، انما اندرادي 2026 فهو مصارع تاكد مما لا يدعو مجالا للشك ان حلم الدبليو دبليو اي ده كان وهم وسراب كبير، فبيقرر ينساه نهائيا ويراهن على نفسه ويتالق في اي دبليو. حاجه كده زي جوليان الفاريز لما مشى من دكه الساتي بمزاجه وراح اتلتيكو مدريد عشان يبقى نجم الفريق ويتالق هناك، وده بالظبط اللي عمله اندرادي 2026 في اي دبليو. الشيء اللي فعليا انعكس بالايجاب مش بس على الاداءات اللي ما فيهاش غلطه اللي قدمها من ساعه ما رجع، بل كمان على تعامل اي دبليو توني خان معاه المره دي باستثمار كامل فيه كمان افنتر بانتصارات ضخمه على اسماء زي كاني اوميجا وسويرف، ده غير انه بيتاح له كل الادوات اللي كان مفتقدها عشان ينجح كمان افنتر. يعني انت الانجليزي بتاعك مخرطه وما عندكش مايك سكيلز، هنجيب لك اجمد مانجر عندنا دون كاليس، وهتنضم لاجمد عصابه عندنا الدون كاليس فاميلي. طب انت مؤدي عظيم على الحلبه بس الكاركتر وورك بتاعك رايح فيها، هنجيب لك نسوان سخنه في الرينج سايد يتصوروا معاك عشان تبقى الريل لاتينو مان حرفيا. وكل ده بينعكس على تعامل جمهور اي دبليو وايمانهم واستثمارهم فيهم كمان. فبقى الراجل اللي كان لو عمل اجمد حركه في تاريخ المصارعه في الدبليو دبليو اي اقصى حاجه هيسمعها هو صوت صرصور الحق، هو نفس الراجل اللي جماهير اي دبليو بيفقدوا عقولهم من فرط التشجيع ليه عشان يقلع البنطلون ويصارع باللباس. اتس ذا اي دبليو افكت على الانطلاق. الناحيه الثانيه فبانديدو ده هو فعليا اجمد لوتشادور في العالم النهارده، وكفى ان الاسطوره براين دانيلسون صنفه كافضل مصارع في 2025. بالنسبه لقصه الماتش فهي كانت لذيذه جدا، زي ما احنا عارفين فالاثنين مصارعين مكاسكا من المكسيك يعني، واندرادي يعتبر من الجيل الاقدم لبانديدو في اتحاد سي ام ال ال، ده الاتحاد اللي شهر الاثنين واشهر اتحاد في المكسيك. فبانديدو وهو صغير اتفرج عليه كقدوه ليه وقتها في اتحاد سي ام ال ال ايام ما كان اندرادي مصارع مقنع اسمه لا سومبرا، وبالتالي بانديدو كان فرحان زي الطفل انه اخيرا هيلعب ضد قدوته وهو صغنطط. الناحيه الثانيه فاندرادي اصلا مش معترف ببانديدو كند ليه، واللي هو ايه ده انت الفان بتاعي وتعالى صورك معايا سيلفي وبتاع. فبانديدو عايز يثبت ان الطفل اللي اقتدى باندرادي وساب المكسيك وراح امريكا زيه وكبر وبقى افضل منه كمان. شفت قد ايه سهل تحكي قصه صايعه من غير حزق وخيانات وبرومات نص ساعه؟ بس دي مش الحاجه الوحيده اللي ادت للماتش ده، وده بيوصلنا للنقطه الثانيه والاهم، لان الماتش ده هو جزء من فيروس خطير جدا انتشر وتفشى في اي دبليو مؤخرا. فيروس ايه؟ فيروس الايدز اخطر. الايدز اخطر من الايدز كمان، اخطر من الايبولا اللي بتسيح الجسد البشري، اخطر من الكوليرا اللي موتت نص اوروبا في لما اجتاحتها من مئات السنين. اخطر. فيروس ايه؟ فيروس زي 50 بطوله العالم. خلونا نرجع لبدايات اي دبليو في 2019. وقتها كانت الشركه لسه بتحاول تصنع هويتها كالبديل للدبليو دبليو اي، فعملوا حاجه اسمها نظام الرانكينج. ده باختصار كان زي نظام كده متاثر بالام ام اي او اليو اف سي والكلام ده، يعني الانتصارات والهزائم بتتحسب لكل مصارع وعلى اساسها بيتعمل رانكينج او تصنيف بشكل اسبوعي، والاول في التصنيف ده هو اللي بيكون ليه الحق ينافس على بطوله العالم، والتاني بينافس على بطوله التي ان تي مثلا وهكذا. والنظام ده كان شغال معانا اول كام سنه بحكم ان الروستر وقتها كان لسه صغير، لكن مع الروستر اللي توحش والاحزمه اللي كترت بدا يبان عوار النظام ده، لحد ما توني خان بيتاكد انه مستحيل نظام زي ده ينجح ويبقى منطقي في رياضه كوريوجرافد زي المصارعه. ويعني انا فاكر حتى انه رجع نظام الرانكينج ده في اوائل 2024 هوب مفيش اسبوعين وكان لاجل الابد في السكراته كده. نرجع لفيروس سين بطوله العالم. اللي حصل انك بقى عندك اسامي كتير مان افنترز كلهم عايزين يلعبوا ايام جايه على الحزام، الشيء اللي خلق تنافسيه ونظام رانكينج غير معلن في العروض، فبقت تحصل ماتشات كبيره بين المصارعين دول، وكل مصارع من دول عايز يجمع ابنات عشان يطالب بفرصه ضد ماكس على الحزام. يا جماعه اصبروا يا جماعه لما اجمع ابنها. الشيء اللي مش بس طلع لنا ماتشات بيبر فيو كاليبر بتترمي لك عادي كده في العروض الاسبوعيه، بل ده كمان الفيروس انتشر ووصل لمصارعين الاندر كارد اللي مش مان افنترز، فتلاقي ساموا جو بيعلي مايك بيلي في ماتش في افتتاحيه داينامايت وبيطلعه بشكل جامد رغم الخساره، وهانج مان هو كمان بيطلع مارك ديفيس بشكل جامد رغم الخساره، وكيني وسويرف بيخسروا الاندرادي عشان يبقى سوليديفايد مان افنتر جديد في اي دبليو، وام جي اف بيطلع بانديدو بشكل اكتر من رائع في ماتشهم في مان افنت ماكسيمم كارنيج، ده غير خسارته في دقيقه ونص لبرودي كانجل اللي رفعت قيمته هو كمان. طبعا سويرف
بيعمل ماتش عظيم في مان ايفنت داينامايت ضد كيفن نايت وبيبينه كمان ايفنتر مستقبلي. حتى هتلاحظ ان الماراثون اللي حصل ده ما كانش معمول في صوره تورنمنت او دوره ببراكتس تعرفنا مين هيلاعب مين، لا الماتشات الفشيخه فضلت تتلعب عادي جدا لحد ما اكتر اتنين جمعوا بنقط. اندرادي وهانجر لعبوا ضد بعض في جراند سلام استراليا وهانجر كسبوا بقى المصنف الاول. والمستفيد الاكبر من الفيروس ده هو انت، ايوه انت كمشاهد، لان الشركه بقت بتكافئك بشكل اسبوعي بالعظمات دي كلها. وماتش بانديدو واندرادي هو استكمال للفيروس ده، لان الاثنين دول لسه بينافسوا في الماراثون والجمعيه اللي دايره والقطر اللي ما بيوقفش نحو بطوله العالم. يعني اللي هيكسب الماتش ده هو اللي هيكمل في الماراثون وهيبقى عنده فرصه اكبر انه ينافس على اللقب في المستقبل. الماتش بيبدا من هنا واندرادي على طول بيوريك التغيير الجذري اللي حصل له في اي دبليو لما الجماهير بتشجعه وهو بيقلع التيشيرت على اساس هيرميه ليهم يعني، لكنه بيطنشهم بيهيل كاركتر وورك مثالي. هوب بعدها قبل ما الماتش ما يبدا حتى الجماهير بتعمل الحاجات اللي مش بتحصل غير في اي دبليو لما بيهتفوا لاندرادي تيك يور بانتس اوف او اقلع البنطلون. الاثنين بيعملوا سيكونسات اسطوريه في الاول بتبين قد ايه الماتش هيبقى 50-50 وان الاثنين ايفنلي ماتش زي ما بيقولوا. بعدها بيعملوا سيكونس اسبراي ريكشي اسك جدا لحد ما بانديدو بيقول له لا استنى عنك هنا وقام قالع البنطلون. ومستحيل اوصف لك الرياكشن اللي خده المصارع لمجرد انه قلع البنطلون، لا لازم تتفرج بنفسك، انت كده كده لازم تتفرج على الماتش ده كله بنفسك اصلا. يعني رجل البنطلون بتعلق في جزمه بانديدو وهو بيقلع، راح اندرادي مناوله بزي ركبه في البطن كده او كيتشن سانك زي ما بيسموها. بانديدو بيرجع في الماتش وبيبدع بكام سبوت مظبوطين بالمزوره كعادته يعني لحد ما بيعمل سبرينج بورد على الحبل. وهنا اندرادي بيعكسها وبيرزعه باور بام بيوجع ظهرك وانت بتتفرج. سيطره اندرادي بتكمل بره الحلبه لحد ما بيقف على الستابس وبيقلع البنطلون اند ذا كراود جوز وايلد حرفيا. بعدها بيروح يتصور مع الولايه السخنه اللي في الرينج سايد، الشيء اللي بقى اعتيادي في كل ماتشات اندرادي في اي دبليو. اندرادي بيشعلق بانديدو على الحبل وكان عايز يعمل له الدبل ستامب اللي كان بيعملها البرتو ديل ريو لو تفتكروا، لكنه بينزل على ما فيش وبانديدو بيقفشه ويرميه على الكورنر اللي تحت بجيرمان سوبلكس كان شكلها مؤلم قوي. بانديدو بيسيطر بعدها وبيعمل الدايف الجامده قوي دي على بره وكان هيعمل تريبيوت لادي جاريرو بالفراك سبلاش بس اندرادي بيرفع ركبه ويعكسها. بعدها اندرادي هو اللي كان عايز يعمل تريبيوت لادي جاريرو ب3 اميجوز لكنه بيعمل 2 بس عشان بانديدو بيعكسها ب2 جيرمان سوبلكس. هوب اندرادي بيرجع يعكس تاني وبيعمل 2 اميجوز تاني لحد ما بانديدو بيعكس تاني والمره دي بيعمل 3 جيرمان سوبلكسات ورا بعض. ابو برهوم كالعاده بعبقريه بيعمل دور الستوري تيلر بتاع الماتش وبيقول لنا ان اندرادي عمل الجيرمان سوبلكسات دي كلها عشان يدمج ظهره ورقبه اندرادي تجهيزا لفينشه ال21 بلاكس. براين بالمناسبه ما بقالوش 6 شهور معلق وبقى افضل معلق في اي دبليو بل المصارعه كلها حاليا، وده يوريك اولا عظمه ابو برهوم كمعلق وثانيا رداءه مستوى التعليق في المصارعه عموما واي دبليو خصوصا ما عدا نايجل ماجانس طبعا. بانديدو بيعمل 450 سبلاش بيجيب عدتين وبعدها بيروح يعمل ال21 بلاكس. سؤال تافه معلش بس هل بانديدو مسميها ال21 بلاكس تيمنا ب21 سافيج ولا ايه؟ عشان انا مقتنع بكده الصراحه. المهم ان اندرادي بينزله واقف على حرف الحلبه وهنا بانديدو ابن المجانين كان عايز يسوبلكس اندرادي من حرف الحلبه على بره بس اندرادي بيعقله بيديله شنكه الحراميه من غير ما تشوف رجليا وبعدها بيطلع فوق الكورنر عشان يعمل مون سولت بيتشر بيرفكت حرفيا. ولسه بيبص وراه راح لقى وليه سخنه تانيه في الرينج سايد راح متصور معاها هي كمان واداها النمبر بالمره. بعدها بيطلع فوق الكورنر تاني وكان هيتزحلق لكنه بيعمل الدبل مون سولت بتاعه بمثاليه لا تشبه شائبه يخرب بيته. الجماهير بتهتف ذس از اوسم از ذي شود واندرادي بيعمل الدبل نيز على بانديدو لكنه بيفك بعد عدتين. بانديدو بيعمل البادي سلام مون سولت من فوق الحبل الثالث على اندرادي، الحركه اللي كانت الفينشر بتاعه يعمل ار او اتش لكنها بتجيب عدتين برده. بعدها بانديدو بيعمل الجوت رانش في الاكس ني، الحركه دي فعليا شكلها اجمد 100 مره من الجي تي اس واللي يزعل. فتخيل ان حركه زي دي يا دوب بس السيت اب بتاع بانديدو لل21 بلاكس الفينش الفعلي بتاعه. انت متخيل قله الادب حضرتك؟ سي بي كينج اوف قله الادب اندرادي بيعكس ال21 بلاكس الفنت الرجل في الكوع بتاعه. الحركه دي توب 10 اجمد 10 حركات في المصارعه النهارده بالنسبه لي، بجد تحسها مهاره او ترقيصه لاعب كوره مثلا مش مجرد حركه مصارعه عاديه. لا عايز اقول لك هي حرفيا ترقيصه اصلا ان اندرادي بيفنت او بيهوش برجله وبعدها بيقلبها الكوع او جودس افكت زي بتاع جيريكو كده. قله الادب بتكمل لما بانديدو بيعمل الخيال العلمي اللي انت شايفه ده. لا انا ولا انت ولا ابو برهوم ولا اكس كاليبر ولا اي حد ابن امه يعرف اسم الحركه دي ببساطه لانها حرفيا عمرها ما اتعملت في المصارعه قبل كده. بانديدو يسكت لا ده بيقرر يلحقها بحركه برضه عمرها ما اتعملت في تاريخ المصارعه قبل كده لما بيعمل ديد ليفت 21 بلاكس واندرادي واقع على الارض. احترم عقولنا يا رجل. طبعا الحركه دي اجمد وواقعيه اكتر من ال 21 بلاكس العاديه، وبالمناسبه الناس بدات تنتقد الحركه دي بسبب ام جي اف لما فضل لا مؤاخذه ما انبر نص ساعه على الحبل لحد ما بانديدو جرى عليه وعمل الحركه. فانا شايف ان المصارع اللي بتتعمل له الحركه عليه مسؤوليه في اظهارها بشكل جامد وواقعي اكتر من بانديدو نفسه. وطبعا مش كل المصارعين عندهم مهاره وحرفنه اندرادي اللي ممكن تخلي بانديدو يكرر الحركه دي تاني. المهم ان اندرادي بيفك بعد عدتين فبانديدو بيرجع يعمل الاكس ني تاني ولما بيجري يعمل ال 21 بلاكس اندرادي بينزل واقف واستمتع.
عظمه الحركه الاسطوريه بالفعل بتتضاعف، بل بتتربل بالسيلينج المش طبيعي ده من بانديدو، والماتش السوبر بينتهي بسوبر دي ام من فوق الحبل الثاني عشان يفوز اندرادي. اعظم ماتش في العرض كله كورك ريت واداء على الحلبه بدون ادنى نقاش، واندرادي نسخه التيك اوفر رجع فول تايم في اي دبليو خلاص. بانديدو مصارع مش طبيعي ومشروع مين ايفنتر، ودي رايسي بطل عالم مستقبلي في اي دبليو. اما اندرادي فهو بيثبت للجميع واولهم الشركه الواسخه انهم فرطوا في واحد من افضل المصارعين في العالم. نيجي الماتش داربي آلن، اورنج كاسيدي، رودي سترونج، ذا دوجز، اف كي اي، الوور دوجز، ديفيد فانلي، كلارك كونرز وجيب كات. بعد نهايه عداوه داربي آلن الطويله ضد جون موكسلي والديث رايدرز واللي يتشدد لهم، او هي الصراحه ما انتهتش قوي، لان اللي يتشدد لهم والعضو المنتدب في الديث رايدرز جيب كات بيدخل في عداوه ضد داربي وبيلعبوا ضد بعض في ماتش فورد زاند. يعني عارفين في تعبير بالانجليزي كده يقول لك ايه، هي بلاد باكيتس، وده الحقيقه هو التعبير المثالي لوصف اللي حصل في جيب كات في الماتش ده، لانك حرفيا كنت عادي تملى جرادل من الدم اللي نزل في طول الماتش. وللاسف دي كانت تضحيه جسديه على ما فيش، لان الماتش كان منسي ومحدش اتكلم عليه. العداوه بتكمل بينهم وبيدخل على الخط كلارك كونرز صاحب جيب كات. لو انت مشجع اصيل واصلي والله لو غيرك راس لا وحش فشخ. المهم يعني انك لو مشجع قديم لاي دبليو اعترف ان ده مش اول ظهور لكلارك كونرز في اي دبليو، لانه ظهر في اول ماتش في تاريخ بطوله الانترناشونال في اول نسخه من الفوربيدن دور كبديل لايشي المصاب. ده كان الماتش بينه وبين الباسترد باك اللي كسب الماتش وجوز عيال ولاد متنازله ما لهمش لازمه. المهم ان كونرز وجيب كات بيخطفوا داربي آلن وبيرموه في الصحراء، والله زي ما بقول لك كده، لكن داربي بيرجع من الصحراء ماشي وبيدب فيهم وبيتحد مع اورنج كاسيدي اللي للاسف اكتشف ان توني ستورم متجوزه ومش هينفع، حاسس بيك يا برتقانه والله. وفي راندم داينامايت كده بيتلعب ماتش بين الفريقين وبيكسب فريق اورنج وداربي، وكل شيء كان اعتيادي لحد هنا، لحد ما بيحصل شيء غير اعتيادي بديبيو الهاتست فري ايجنت في 2026 ذا ريبل ديفيد فانلي. ده الراجل اللي خان جاي وايت في الان جي بي دبليو عشان يكون القائد الجديد والاخير في تاريخ البوليت كلوب. وانا مش ههبد واتحنيك عليك واقول لك اني اتفرجت له على حاجات، لان الصراحه ما شفتلوش غير ماتش واحد، او لا هما الصراحه ماتشين، وهما ماتشه الاول خالص في اي دبليو في 2022 ضد هانجر، وماتشه ضد الماكس والاس في راس الكينجدم، وطبعا فتش عن الاسباب. يعني باختصار الراجل ده هو فعليا اخر العنقود في اللينيج بتاعت فان بالر، اي جي ستايلز، كاني اوميجا وجاي وايت، وكان عليه هايب كبير وبيدنج وور او حرب مزايدات بين اي دبليو والدبليو دبليو، لكنه تقريبا اكتشف ان الانكس تي في 2026 هي عباره عن نسوان سخنه ودرس المال حرفيا على رجيع وكناسه اي دبليو على شويه ابناء عاملين، واهم نجم عندهم هو شبيه الراجل. واول ما ديفيد فانلي شاف كده بيقول للتريبل اس سلام يا ابن القرعه، وبيعمل الحاجه اللي لا انا ولا اي حد من جماهير اي دبليو توقعها، وبيبقى اول اليت مع رجالته بتوع البوليت كلوب. وبالمناسبه ضحكني قوي موضوع جايب كده اللي شتم اي دبليو في اليابان، وعلى نفس كتالوج رمضان صبحي، وهي دي جدعنه ابن النادي. اول ما توني خان رفع سماعه التليفون ودفع له القبيج راح رمى اليابان على اخر ايده ومضى معانا. شركة اقتصادية محترمة، أوراقها محترمة، مفيش غلطة واحدة. وبالمناسبه انا عايز حد من بتوع اليابان يفهمني هو ايه اللي حاصل هناك. ده تقريبا كل المصارعين مشيوا وروسترهم بقى عباره عن ابو صبري والواد الاوفر ريتد اللي مش بحبه اللي خلوه واجهتهم ده، وسندوتشين كبده وسجق. ولولا ان ابو صبري شيوعي ومش بيفرق معاه الفلوس كان زمانه ماضي مع اي دبليو من زمان اصلا. فيا ريت حد يفهمنا لو سمحتم، هل عوموا الين الياباني ورفعوا البنزين هم كمان ولا ايه؟ ونيجي للماتش نفسه اللي بيحصل فيه سبوت من الاجمد في العرض كله. انا هنا طبعا بتكلم على سبير كلارك كونرز على داربي آلن من حرف الحلوه على بره، ويعني انا هقولها بقى والارزاق على الله. السبير دي تلبس سبير رومان رينز العمه والجلابيه الكستور، يلا بقى. بنشوف بعدها الحاجات اللي مش بتحصل في اي حته غير في اي دبليو، لما الدوجز ربطوا داربي من رقبته في الكورنر. حاجه كده فكرتني برده لما داربي اتربط من رجليه في سقف القاعه في ماتش الانركي دي ارينا، ولكن دي اكيد كانت اخطر طبعا. الجماهير بيهتفوا بليز هيلب داربي، واول ما اورنج بيفكوا راح طلع فوق الكورنر زي القرد وعمل لهم كلهم كافن دروب. داربي وجيب كات بيتخانقوا عند الستيج لحد ما داربي بيعمل حته براند سنانا مع مارينا شفير في لانه بيربط ايده تحت الستيج، ودي بتكون بدايه النهايه للدوجز لان ديفيد فانلي بياكل كافن دروب ويريح، ورودي واورنج بيفنشوا كلارك كونرز عشان يفوزوا بالماتش. قرار غريب وعجزت عن فهمه، وهو السلبيه الاكبر في العرض بالنسبه لي، لان ليه تخسر الاسامي الجديده في اول عرض شهري كبير ليهم ضد مصارعين نجوم بالفعل وما كانوش هيتاثروا نهائيا بالخساره. مش عارف ليه افتكرت برضو بدايات البوكينج الزباله بتاعت جاي واي، بحس ان توني خان بيجي عند قاده البوليت كلوب اللي ما اسمهمش كاني اوميجا ويقلب على التريبل اس تقريبا. عامه ماتش لذيذ بنتيجه هي السلبيه الاكبر في العرض، وكل ده بيوصلنا للمين ايفنت. المين كاركتر في اي دبليو هانجمان ادم بيج ضد الفيلن اوف اي دبليو ام جي اف في ماتش افتتاحية ريفولوشن السنة اللي فاتت هي مين ايفنت ريفولوشن السنة دي، وشتان الفارق بين الماتشين. وعشان نفهم كل حاجة حصلت ازاي لازم نرجع الشريط حبة كويسين، تحديدا لوقت ما هانجر كان لسه بطل العالم. في عرض ال 6 year anniversary لاي دبليو بيتم ماتش تريوز بين هانجر مع الابس ضد الديث رايدرز. هانج مان بيقدر يكسب مع الابس وكله كان تمام، لكن بعد الماتش وفي وسط ما هانجر بيحتفل في امان الله فجأة سامو جو بيقرر يفتعل خناقة معاه من اللا شيء فعليا، وانا حرفيا وقتها المشهد ده كان شغال في دماغي. اسف يا بابا، انت بتسخطني في كتفي، اتجننت.
عاوز تخرم كتفي دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا هقطعك. عارف يعني ايه هقطعك؟ سامو جو بيقول ان هاج مان عمره ما كسبه قبل كده، وانه احق منه انه يكون بطل العالم مواجهه الشركه، وده بيؤدي الماتش بينهم في راسل دريم. هانجر بيفوز بعد ماتش لذيذ، لكن الحدث الاهم بيحصل بعد نهايه الماتش لما جو والابس بيقلبوا هيل على هانج مان، والعداوه بتكمل لفول جير في ماتش اوفيس. وهناك بتحصل المفاجاه التي لم اتوقعها نهائي لما جو بيفوز على هانج مان وبيكسب اللقب للمره الثانيه بمساعده هوك. سوورف بيرجع في نهايه العرض، وبنشوف الكادر الختامي الجامد جدا ده، وبقى واضح اننا داخلين على ماتش ثلاثي فورد زاند بين جو وهانجر وسوورف. وفي عرض داينامايت هوليداي باش اللي اتعمل في انجلترا تحديدا في المدينه الحمراء مانشستر، بيحصل سيجمنت توقيع العاده من سوورف وهانجر وجو لحد ما سكينه الكهرباء بتتسحب، الانوار بتطفي، وبيرجع ام جي اف. ماكس هو بشكل ان كاركترستيك وغير متوقع بيكاشن العاده بتاعه اللي كسبه في اعلان، وبكده الماتش هيكون رباعي على اللقب. ماكس بيبرر القرار الغير اعتيادي تماما على شخصيته ده بانه عايز يقهر هانج مان، بانه مش بس يكسبه بل يكسب 2 من ألد اعدائه معاه. وفي النص كده ام جي اف بيقرر يعمل الالتيميت هيل موف، واكتر حركه هيل ممكن مصارع يعملها في اي دبليو. And you went to WWE. احنا كجماهير اي دبليو لو ضربتنا بالنار مثلا ممكن نسامحك عادي جدا، انما تجيب سيره الشركه الوسخه فرطنا. نرجع للماتش الرباعي في مين ايفنت وورلد زاند. هتلاحظ ان ام جي اف في غالبيه الماتش يا اما بيتضايق يا اما مريح بره ومستني اللحظه المثاليه عشان يخطف الماتش، وفعلا بيزق سوورف من فوق الحبل قبل ما يعمل السوورف ستامب على جو، لكن هاج مان بيناوله بيج بوت وبيعمل مش بس واحده بل 2 باك شوت ليريت على جو بالظبط زي ما عمل في راسل دريم. ولسه كان هيخلص بالباك شوت الثالثه، راح ام جي اف داخل مناوله بواحده في الجالي، وبيخلص هو على جو بالهيت سيكر عشان يتوج ببطوله العالم للمره الثانيه. بعدها بيبدا الماراثون وفايروس سين بطوله العالم على مين هيلاعب ماكس على الحزام في ريفولوشن، واللي افتكر اتكلمنا عليه بما فيه الكفايه. هانجر بيكسب اندرودي في جراند سلام استراليا عشان يبقى المصنف الاول ضد ماكس في ريفولوشن، ولحد هنا كل شيء كان تمام ومتوقع. هاج مان وماكس هيعملوا ماتش مصارعه جامد طبعا، والنتيجه المتوقعه جدا هي ان ماكس هيكسب عشان يرد الهانجر الخسارتين اللي تكبدهم منه السنه اللي فاتت في ريفولوشن والفوربيدن دور. لكن الستيكس والهايب على الماتش بيتقلبوا فوقاني تحتاني لما التاريخ بيكرر نفسه. I don't win this match, If I do not defeat Chris Jericho at Full Gear, then I will never, challenge for the AEW World Championship again. for as long as I live. هانج مان بيكرر نفس العمله السوداء بتاعت كودي رودز في 2019، وبيقولوا انه مش هينافس على بطوله العالم تاني لو خسر في ريفولوشن. الاستيبيوليشن ده كان فعليا بمثابه قطعه الدومينو الاولى اللي سقطت، وتوالت قطع الدومينو في السقوط لحد ما وصلتنا لان كودي رودز موجود في الدبليو دبليو اي دلوقتي. ويعني انا حاولت بس اتخيل نفس السيناريو ده مع هاج مان وانه يروح الشركه الوسخه، فمخي جاب شاشه زرقاء على طول. الشيء المرعب اكتر ان على قد ما فكره ان هاج مان يروح للدبليو دبليو اي دلوقتي تعتبر مستحيله، ففكره ان كودي رودز يروح للدبليو دبليو اي في 2019 كانت مستحيله برضه. ما ينفعش ما ينفعش. واي نعم الاستيبيوليشن اللي عمله هاج مان هو نفسه اللي عمله كودي، الا ان السياق اللي وصل الاثنين للقرار ده مختلف جدا. كودي في 2019 كان حاسس بضغط اعلامي وجماهيري مسلط عليه من بطل العالم وخصمه في فول جير كراس جاريكو. الضغط كان نابع من فكره انه بينافس على بطوله العالم بسبب وسطته وكونه بيمتلك منصب اداري في اي دبليو. الاتهام اللي كان مش جديد على كودي لانه طول عمره بيتقال عليه انه دخل المصارعه بوسطه ابوه داستي رودز، وضغط جاريكو ده بيؤدي لانفجار كودي اللي بيقدم برومو السيلفر سبون الاعظم في مسيرته. وبعدها بيعمل الاستيبيوليشن الملعون انه مش هينافس على الحزام تاني لانه لو خسر هيبقى اثبت وجهه نظر جيريكو انه ما يستحقش ينافس على اللقب. نيجي الناحيه الثانيه لهانجر اللي عمل الاستيبيوليشن عشان يقنع ماكس يلعب ضده في ماتش بقانون تكساس داث ماتش، وعلى عكس كودي اللي قراره كان مبرر في سياق القصه، للاسف قرار هاج مان انا شايف انه لا ما كانش ليه داعي. ببساطه لان حضرتك انت بالفعل كسبت ام جي اف بدل المره مرتين قبل كده في ماتشات عاديه، فايه اللي يخليك تعوز تخلي الماتش الثالث يبقى تكساس داث ماتش؟ ناهيك عن انك تحط حاجه بالضخامه دي على المحك في سبيل التحقيق ده. شفت ناس تقول لك اصل هاج مان عمل كده عشان ده قانون الماتش المفضل بتاعه عشان يضمن الفوز زي ما عمل مع الماكس في اعلان. تمام، هانجر عمل كده مع الماكس لانه كان عارف ان خربانه وعارف ان ماتشات ماكسلي وقتها كانت كلها تدخلات والحكم اللي بيتضرب والنهايات البولشيتيه وشغل البلاد لاين كان على ودنه، وده الكلام اللي قاله فعليا لماكسلي في البرومو بتاعهم، انا مش بجيب كلام من عندي. فقال لك طالما جده ميت وجده ميت انا عايز تكساس داث ماتش عشان يبقى كل شيء مباح. واحد يقول لي ما هو برده ماكس بيجش في كل ماتشاته عشان كده هانج مان عايز يلعبه في تكساس داث ماتش، وده بيرجعنا برده تاني للنقطه اللي قلتها في الاول، لانه كسبه
مرتين في ريفولوشن والفوربيدن دور، بالرغم من ان ماكس عمل كل انواع الغش اللي يقدر عليها. فللاسف دي نوعا ما سلبيه، وطبعا مهتم اعرف ارائكم خصوصا الناس اللي مش متفقين معايا في الراي ده. نيجي هنا للايجابيه المهمه جدا اللي صنعها الاستيبيليشن ده، وهي الانبريدكتابيلتي واللا توقعيه. فكره ان يكون مين ايفنت العرض الشهري الكبير بتاعك متوقع ونتيجته محروقه هو شيء بيقلل قيمته تلقائيا وبيخليه منسي حتى لو الماتش نفسه كان جامد. ولكن في مين ايفنت ريفولوشن 2022 بين ادم كول وهانجر عبره يعني. فبعد ما كان الماتش متوقع و80-20 لصالح ام جي اف، الاستيبيليشن ده خلاه 50-50 وبقى صعب تتوقع مين هيكسب، وده زود الهايب على الماتش. نيجي للماتش نفسه وانا مش عارف هقول ايه الصراحه، لكني عارف مش هقول ايه لاني مستحيل هفصل كل الجنان اللي حصل في الماتش ده. اول حاجه عايز ابدا بيها هي مش الدمويه ولا العنف ولا الدراما ولا القصه اللي اتحكت في الحلبه، بل الكوميديا. ايوه الكوميديا، انت سمعت صح. اللي بدات بدخله ام جي اف هو لابس لبس كاوبوي وراكب حصان كسخريه من هاجمان، بعدها بيروح لقبر مكتوب عليه اسم هاجمان، وهناك بيكسر الرقم القياسي لاطول شخه في التاريخ. ما شاء الله كان شارب ب 13 لتر ميه قبل ما يجي تقريبا. دخله هانجر بالمناسبه كانت سواد مش كوميديا خالص، بموسيقى جنائزيه كانت بمثابه فور شادوينج للسواد اللي هيحصل لهانجر في الماتش. يحصل سبوت هربان من توم وجيري حرفيا لما هانجر بيجري ورا ماكس بره الحلبه وعايز يضربه بغطا صفيحه الزباله. وفي مشهد كرتوني صرف هانجر بيفضل واقف مكانه في وسط ما ماكس مكمل جري وهو باصص وراه لحد ما بيوصل لهانجر اللي بيلطقه بغطا الصفيحه. عندك كمان حته لما ماكس مسك البرواز الازاز اللي جابه هانجر وكسره في الحلبه وقال انتوا فاكريني حامل شغل مصارين اتحادات بير السلم ده ولا ايه؟ هوب راح هانج مان شايله هيله بيله ورزعه على الازاز بعدها على طول. ولما ماكس زهق من الازاز اللي مغطي الحلبه بيقرر يسيب الماتش يضرب يقلب وبيجيب معاش عشان يكنس الازاز بره. اما عن العنف والدمويه فانا مش ببالغ، الماتش ده قد يكون حصل فيه كل حاجه اند اي مين كل حاجه ممكن تتعمل في ماتشات التكساس ديث ماتش. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخطر على بالي وما اتعملتش هي ان مثلا هانجر يعمل حته نيو جاك ويرمي ماكس من الدور التاسع. دي الحاجه الوحيده اللي بخلوا علينا فيها، انما غير كده كله اتعمل حضرتك. ازاز مكسور موجود، بارد واير موجود، لمض نيون موجود، ترابيزات وكراسي طبعا موجود، ترابيزه متفجره موجود، ستيبل جن او الدباسه يعني موجود، اعواد الشيش طاووق موجود. يا راجل ده الورقه اتحولت لسلاح في الماتش ده. واحد يقول لي ورقه سلاح ازاي؟ ايه التهريج ده؟ طب جرب كده، هات اي ورقه بس ما تكونش رقيقه يعني، وحط الطرف بتاعها بين صوابعك واسحبها لورا بسرعه وبوريني هتتوجع ولا لا. نيجي للسبوتات اللي ما ينفعش تمر مرور الكرام. لما هانج مان بيقرر انه هيعمل لماكس ابتسامه الجوكر وبيحط السلك الشايك ما بين شفايفه وبيسحبه لفوق. بعدها وكالعاده بيحصل السبوت اللي بيثير الجدل لما ماكس بيجيب الحقنه اللي فيها سائل مجهول الهويه كده وبيحقن بق هانج مان لحد ما السائل يبظ من الناحيه الثانيه. طبعا قامت الدنيا وما عادتش، واللي يقول لك ازاي ودي مش مصارعه وحسبي الله على اي دبليو اللي خربوا المصارعه يا رجال. والرد على الناس دي بسيط وعمره ما هيتغير، لان لو انت داخل الماتش ده وكنت مستني تتفرج على سايكولوجي شون مايكلز وتكنيكاليتي بريت هارت وكاتش سكاتش كان راسلينج كيرت انجل وخفه دم محمد بركات، فانت حاجه من اتنين، يا اما متخلف عقليا وده الاحتمال الارجح يعني، يا اما ما بتعرفش تقرا ومحتاج تروح محو الاميه. ما هو على راي المنافق الاعظم سي ام بانك ذا ماركي ساس تكساس ديث ماتش يو فاكينج اديت. طبعا السبوت ده يعتبر برضو كول باك لماتش سورف وهانجر في اول اوت، وبالظبط زي هانج مان في اول اوت ماكس كان عايز يخلص الماتش بانه يزرع الكرسي في دماغ هانجر، لكن هانج مان بيقول له احنا هنخش على شغل بعض ولا ايه، وبيمسك الكرسي منه والماتش بيكمل. هانجر بيجيب اعواد الشيش طاووق وساب دماغ ام جي اف كلها وقرر يحطهم في شعره اللي لسه مزروع جديد، يعني حرام عليه بجد. هانجر بعدها بيجيب سلسله او جنزيره الدوك كولر وبيلبسها لنفسه والماكس. وردة فعل ماكس اول ما استوعب انه لابس الدوك كولر هي التجسيد الفعلي للبي تي اس دي واضطراب ما بعد الصدمه. طبعا انا اقصد صدمه ماتش الدوك كولر بتاعه ضد سي ام بانك. هانجر بيفجر الترابيزه ماكس حرفيا ببالي تو بالي من فوق الستيج. عجبني قوي قوي حته لما ماكس ضرب هانج مان بالحزام وخلاص الحكم زلطه عدى 9 عدات وهانج مان وقع على الارض ولسه هيقول 10 راح هانجر فاطت من مكانه ولا كأن حاجه حصلت. وبكده بنوصل لنهايه الماتش الدراميه البريكنج باديه. وانا بتفرج على نهايه الماتش وعلى الماتش عامه والقصه اللي اتحكت جه في دماغي ماتش فعليا حكى نفس القصه. انا هنا بتكلم على ماتش براين دانيلسون ضد ام جي اف في الايرون مان في ريفولوشن 2022 لما براين بيحط قانون تعجيزي لماكس الراجل اللي مش بيصارع اصلا الا للشديد القوي وبيحطه في ماتش ايرون مان 60 دقيقه، لكن جوه الماتش ماكس بيقدر يادابت ويتاقلم مع الماتش، بل ده بيستغل الشنانجنز والحيل بتاعته واللي كسبته الماتش في النهايه. اهو ده بالظبط اللي ماكس حاول يعمله طول الماتش، وفي النهايه بيكسب الماتش بالطريقه الكلاسيكيه بتاعته لما بيضرب هانجر بالخاتم قبل ما يخلص عليه بالباك شوت، بعدها بيخنقه بالجنزيره بنفس الطريقه والزاويه اللي هانجر نفسه عملها لماكسلي في اولان. وفي مشهد ما ينفعش يتقال عليه غير انه سينما حرفيا، هانج مان بيفقد الوعي وهو بيقع راسه بتخبط في لينز الكاميرا وبتتطخ بالدم، وبعيون الكاميرا الملطخه بدمائه بطل اي دبليو بيسقط ضد الفالن وبيفوز ام جي اف. ومشهد ماكس وهو واقف والنقاله اللي شايله هانج مان بالكاميرا المتعصه دم حاجه يعني ستاجرنج، مش عارف اترجمها ازاي بجد، مشهد تقشعر له الابدان يعني. ده قد يكون بدون مبالغه اعظم كادر ختامي
عالمي في تاريخ المصارعه. قرار خساره هاجمان في الماتش ده بيفتح باب نقاش ما افتكرش انه هيتقفل في اي وقت قريب. القرار يمكن زعل ناس كتير، اهمهم عين اعيان نقاد المصارعه الحاج ديف ميلتزر، ده الراجل المسؤول عن تقييمات النجوم في المصارعه لو ما تعرفش. لكن واضح انه زعل من قرار خساره هاجمان جدا لدرجه انه ادى الماتش 5 نجوم الا ربع 4.75. ميلتزر فيما معناه قال ان القرار ده هو اللوز لوز سيتويشن ل اي دبليو، لان كده اي دبليو زنقوا نفسهم بين اختيارين منيلين بنيله، يا اما تستبعد هاجمان نهائيا من سين بطوله العالم، الشيء اللي اودى بمسيره كودي رودز في اي دبليو حرفيا، او انك تكسر الاستيبيوليشن، وده من وجهه نظر ديف ميلتزر هيبقى معناه ان الشركه مش بتحترم الشروط بتاعتها زي الدبليو دبليو اي. وانا مش هقول رايي، لكني هسالكم كام سؤال. هل فعلا مفيش اي طريقه منطقيه قصصيا تخلي هانجر يكسر الاستيبيوليشن في المستقبل؟ هل هاجمان ممكن يدمر مسيرته في اي دبليو بايده زي ما عمل كودي رودز؟ هل هاجمان تافه واجوف وعبيط كفايه انه يعمل زي كودي رودز ويروح الدبليو دبليو اي؟ والسؤال الاهم، هل اي دبليو ممكن يكونوا اغبياء كفايه عشان يكرروا نفس غلطه كودي رودز مع هاجمان؟ كل اللي هقوله ان لو الارك اللي جاي ده اتنفذ صح، فهاجمان ادم بيج قد يصبح فعليا اعظم شخصيه اتكتبت في تاريخ المصارعه، لان زي ما الكوت الشهير بيقول: You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.